لو مقدم على فيزا دراسة لألمانيا فلازم توثق كل شهاداتك ومؤهلاتك الجامعية. الشهادات بتاعتنا في مصر المفروض انها بتتوثق من مكانين. اول حاجة بتتوثق من مكتب الخارجية المصرية، وبعد كده بتتوثق من القنصلية الألمانية او من السفارة الألمانية. فخلينا نبتدي ازاي اصلا موضوع التوثيق ده بيمشي. اول حاجة انك تختمها من الجامعة، الشهادة لازم يكون عليها ختم الجامعة، مش بس ختم الكلية بتاعك، ختم الجامعة، سواء بقى كنت جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، تروح الجامعه وتختمها من هناك. طيب بعد ما ختمت الشهاده دي المفروض انك تروح بيها مكتب الخارجيه المصريه، مكتب توثيق الخارجيه المصريه. دول مكاتب بتبقى معروفه عناوينهم على جوجل، يعني انت مش محتاج تسال حد. انت لو كتبت على جوجل مكاتب توثيق الشهادات او المستندات المصريه هيطلع لك المكاتب القريبه اللي حواليك. غالبا يعني هتروح بدري شويه زياده عن اللزوم عشان تعرف تاخد رقم وتقف في الطابور عشان يعني ما تستناش كتير. التوثيق بيبقى عباره عن ختم، هو بيختم لك الشهاده، مربع كده كبير بيبقى على الشهاده من ورا، وختم النسر. فهو ده التوثيق بتاعهم. اتاكد ان الشهاده بتاعتك مترجمه او مطلعها باللغه الانجليزيه او بالالمانيه على حسب. لو الشهاده اوريدي بالانجلش فمفيش اي مشكله، هننقل الخطوه اللي بعدها. لو الشهاده بتاعتك بالعربي فلازم تترجمها الاول، لازم تترجم الاول، ومش من اي حد، مش من اي حد في الشارع مترجم تروح تترجمها عنده، لازم تترجمها من عند مترجم معتمد. يعني ايه مترجم معتمد؟ مترجم معتمد من السفاره الالمانيه. السفاره الالمانيه بيبقى فيه لسته للمترجمين اللي هم بيتعاملوا معاهم، هم دول اللي هم بيثقوا في الترجمه بتاعتهم. دول ليهم لسته على موقع السفاره، ممكن ابقى احطها لكم في الكومنتس. هم لستين، يعني ممكن تترجم انجليزي، ممكن تترجم الماني. المستندات اللي بتتقبل في السفاره الالمانيه يا انجليزي يا الماني، ما ينفعش عربي. فانت يعني براحتك، شوف انت عايز تترجمها انجليزي عايز تترجمها الماني. في الحاله دي لازم تشوف مترجم منهم تتصل بيه، بيبقى غالبا موجود ارقام تليفوناتهم وعناوينهم واساميهم وكل حاجه، كل بياناتهم، فهتعرف توصل لهم. فتتواصل معاهم وتديهم الشهاده بتاعتك تترجمها. وبعد ما تترجمها تمام كده، ننقل بقى للخطوه اللي بعد. نروح بقى للخطوه رقم 4، هي انك المفروض تاخد ميعاد من السفاره الالمانيه او من القنصليه الالمانيه القريبه المحافظه بتاعتك. طريق موقع التي ال اس ان انت بتاخد ميعاد عشان تديله الشهادات دي، هو يوديها يبعتها للقنصليه او يبعتها للسفاره الالمانيه يختمها لك ويرجعها لك تاني. بيبقى عليها ختم من السفاره الالمانيه ان الشهادات دي معترف بيها منهم. 4 حاجات لازم تعملهم لو عايز تيجي تدرس في المانيا. تكون متوثقه من الخارجيه، شهاداتك لازم تكون باللغه اللي هم طالبينها سواء انجليزي او الماني، فلازم تاكد ان كل مستنداتك يا اوريدي طالعه باللغه دي او مترجمه من مترجمين معتمدين. الحاجه اللي وراها تكون متوثقه من القنصليه الالمانيه. دي بتبقى خطوه خلاص كده انت خلصت منها، فشهاداتك تبقى على جنب. وبعد كده تبتدي بقى تشوف الحاجات التانية اللي محتاجها عشان تقدم على فيزا الدراسه، ولكن دي من